150 يورو انت فيك تشتري بيت. طيب كيف؟ صلوا لي على النبي وتابع الفيديو للاخر مشان انت تفهم شو القصة. يا ابا لو يهدون صوتهم بس. تابع للاخر. حياكم الله، مرحبا. عرفنا على حالك. معك مصطفى قدور، مضيف فرع الهاء اس بي بدوسلدورف. حياك الله ومرحبا فيك. حسن سريج. حياك الله استاذي، اهلا وسهلا. أهلا فيك. حسن سريج، ها اس بي، يعني انت بتحط هاي اللوحة على جوجل، تكتب بس 3 حروف بيطلع لك اسم الشركة. الشركة هاي موجودة لخدمة اهلنا، لخدمتنا هاي، مشان انت حياتك تصير سعيدة بألمانيا وبأي مكان بالعالم انت لازم تتواصل مع هاي الشركة. احنا ليش هون؟ هلا نحن اليوم عاملين ايفنت الاستثمار العقاري بالمانيا. الاستثمار العقاري احنا عاملينه لشقين، للسكن وللاستثمار. فيك تشتري عقار للسكن وفيك تشتري عقار للاستثمار. موضوع مطول، الموضوع فيه كتير تفاصيل. كان بالايفنت معنا لاي تفاصيل بيقدر اي انسان يتواصل معنا على صفحاتنا وبس هيك. ها اس بي، يعني انت بدك تشوف تكتب ها اس بي. طيب ها اس بي شو يعني ها اس بي؟ حسن سريج بيرو سيرفيس. جميل جدا، حياك الله، مرحبا استاذ حسن. استاذ حسن، انت شو عم تعملين؟ انا كشخص جاي عايش بالمانيا، شو ممكن اني استفيد منك؟ هلا نحن بالدرجه الاولى مكتب للمحاسبه، محاسبه قانونيه وماليه. كل بني ادم بالمانيا مضطر انه يدفع ضرائب. نحن بنعمل هيدي الحسابات ونقدمها للماليه. جميل جدا. طيب انا شفت من شوي مثل بهالايفنت الجميل والوجوه الجميله الموجوده هين، انا شفت انه انتم عم بتحاولوا تقدموا اكبر مساعده في سبيل انه الناس تصير اصحاب ملك. صحيح. هلا بس تدرس انت محاسبه، في شيء اسمه بالقانون ضريبه الارث وضريبه الهديه، ولحتى اللي تقدر تقدرهم هيدول قديش الواحد بده يدفع ضريبة هدية أو ضريبة إرث، بده يكون قادر يتمن. ففي قانون اسمه قانون التتمين، فهذا بتدرسه أوتوماتيش بالمحاسبة. وهذا الموضوع خلاني نفوت بمجال العقارات، لأنه بقانون التتمين عندك 90% هو بيعتمد على تتمين العقارات، إرث العقارات، قديش بدك تتمنه لحتى اللي تعرف قديش بدك تدفع ضريبته. فهيدا اللي خلاني فوق بمجال العقارات، وبلشنا زي ما بقولوا نطور الموضوع بموضوع انه كعقار استثماري، كعقار للاستهلاك الشخصي، كيف الواحد ممكن يوفر ضرائب من خلال العقار، وكيف ممكن انه الواحد يطور من او يأمن مستقبل من خلال العقار. جميل جدا. طيب انا اجيت لهون، انا بدي اشتري بيت على سبيل المثال. انا يا اخي انا ما بدي استثمر، انا بدي اسكن. تمام؟ أنا شو لازم أعمل وشو يترتب عليه؟ هلا في شروط كثيرة. في كان معنا شباب مختصين شرحوا موضوع الكريديت كيف بيصير، شو شروط اللي انت تقدر تاخذ بيت عن طريق البنك، شو هي نوعية الإقامة، شو نوعية عقد العمل، في كثير أمور. احنا عندنا كثير عروض استثمارية. برجع بقول لك الموضوع مطول، بنقدر نحن عن تواصل عن طريق صفحاتنا نعطي أي معلومة وجاهزين في أي وقت إن شاء الله. جميل جدا. يعني احنا اليوم أخذنا لمحة بسيطة، لكن احنا رح نترك الأمر لها اس بي، بيدخلوا عليها بيشوفوا على جوجل، بيتواصلوا مع الشركة أفضل، لأنه الموضوع ما ينشرح أنت في 3 دقائق أو 5 دقائق أو إلى آخره. فأتمنى من الجميع يلي مو لازمه ممكن يشير للي لازمه، وممكن تشيروا أيضا لشخص مو لازمه بيشيروا للي لازمه، وبس هيك وطفي لي معلم وخلصنا اليوم.